من نهار حطيت هاد الوصفه في ستوري والبريفي تاعي تقلب. اليوم قلت لازم نبارطاجي معاكم لا روسيت. واش ليكيب ان شاء الله كامل تكونوا بخير. بسم الله. في ريسيبيون درت 6 حبات تاع البيض مع كاس تاع السكر. الكاس تاعي رفد 220 مليلتر. خلطتهم مليح حتى بيض الخليط. زدت عليهم نص كاس تاع الزيت وكاس تاع الحليب. خلطتهم هكذا بهذه الطريقه. من بعد رحت بيت نضيف في الفارينه. خدت لي حوالي 2 كيسان تاع الفارينه مع 2 اكياس تاع خميره كيميائيه. خلطت مليح حتى دخلت هذيك الفارينه. هنا خديت السنيوه تاعي وحطيت فيها ورق الطبخ من عند ميرا بلوس. المقاس تاع السنيوه نخليها لكم من تحت. فرشت مليح هذاك بابي كويسون. من بعد فرغت الخليط تاعي كامل ودخلتها طيب. لازم الفور يكون مسخن مسبقا. نروحوا نوجدوا كريم وسيترون اللي فيها 2 كيسان ونص تاع الماء، كاس تاع السكر، 3 ملاعق كبار تاع النشا. نخلطوهم بارد في بارد ونحطوهم فوق النار. بعد ما يعقدوا زدت لهم ملعقه صغيره تاع عطر الليمون، 2 صفار بيض و100 غرام تاع زبده. خلطتهم مليح وزدت كاس تاع عصير الليمون. ناخذ الغلاف الشفاف من عند ميرا بلوس تاني، نغطيها ونخليها لازم تبرد مليح. نروحوا نوجدوا كريم شونتي تاعنا اللي درت كاس ونص تاع كريم شونتي مع كاس تاع الماء و2 ملاعق كبار تاع جبن ابيض. طلعتهم مليح هكذايا. الكيكه تاعي بعد ما طابت لازم تشربوها مليح بالحليب. تاخذ لكم حوالي 1 ريتله. نزيدوا لا شونتي وكريم وسيطرون من الفوق والتزيين اختياري. صدقوني من ابان الوصفات. ما تنساوناش بلايك وابوني ولازم تجربوها وبصحتكم ليكيب.